أنا بافضل نِفْسي في الحاجة كتير جدًا، وأول ما أوصل للحاجة دي واستخدمها يوم واحد بس خلاص الموضوع انتهى. فضلت أزن على والدي إن أنا أجيب موبايل سعره غالي جدًا، وزنقت البيت كله فيه، واتزنقت أنا كمان في جمعيات عشان نجيب الموبايل ده، وبعد ما جبناه استخدمته يوم واحد وحسيت إن أنا مش محتاجه، طول النهار راكنه، طول النهار مش بافكر فيه. الكلام ده مش بيحصل معايا بس في الحاجات اللي أنا باشتريها المادية، بيحصل معايا كمان في الأشخاص، يعني أنا ممكن أتبهر بحد جدًا، وبعد ما أتبهر بيه وأفضل أحارب عشان أوصل له، أول ما أوصل له باحس إن خلاص كده أنا حققت الحلم بتاعي أو إن أنا مش عايزه. طيب أنت جسمك بيتدرّب على الدوبامين أو بيتدرّب على السعادة بتاعة التوقُّع، دي مشكلتك أنت، إن أنت دايمًا في خيالك إن الحاجة هتكون أفضل بكتير جدًا من قيمتها الحقيقية، يعني أنت لمّا كنت بتحلم بالموبايل ده وعايز توصل له، ما كانش في دماغك القيمة المادية الحقيقية للموبايل، أنت كان في دماغك توقعات أكبر بكتير جدًا من اللي أنت مسكته وشُفته بإيدك، فلمّا أنت مسكت الواقع في إيدك وبصّيت فيه، كان بالنسبة لك مش هو ده اللي أنت عايزه، كان بالنسبة لك حاجة غريبة عليك. فحاول إن أنت تدرّب نَفْسك على الدوبامين بتاع الوصول، مش الدوبامين بتاع الرحلة نَفْسها، بمعنى أصح عشان أبسّط عليك الموضوع، لمّا يكون نِفْسك في حاجة ادّي لنَفْسك وقت إن أنت تدرس الحاجة دي كويس وتروح تشوفها بعينك كذا مرّة وتمسكها في إيدك كذا مرّة. يعني أنا واثق 100% من الموبايل اللي أنت بتقول عليه ده، لو أنت مسكته وقلّبت فيه قبل أمّا تشتريه، كان الشغف بتاعك قَل شوية ناحية الموضوع. لمّا يحصل معاك كده في الأشخاص، حاول إن أنت تتكلّم مع الشخص كتير قبل أمّا تاخُد قرار ارتباط.